زكاة بيروقراطيون علماء، لأنه البيروقراطة هي الكلمة، هو عالم، زكوه. فيقول التاريخ أنه تدرج سريعا من وزير للعدل، المنصب الأول قبل وزير، إلى وزير العدل، إلى رئيس الوزراء، برايم مينستر، صار هو بسرعة. وبعدين تقول الرواية رومانسية، أكيد فيها قدر كبير من الرومانسية، أو رومنسوها، إنه في تلك الفترة اللي كان فيها هو رئيس وزراء لو محافظة أو مديرية لو، قال لك استتب العدل وضرب بجيرانه، وهدأت خواطر الناس وارتاحت نفوسهم، وكنت ترى الشيء ملقا في الشارع لا تمتد إليه يد، أمانة وعفة واستقرار وسلام. أكيد قدر من هذا كبير حصل، ربما مش بهذه المبالغة الرومانسية، لكن حصل. فتحركت عقارب الغيرة والحدث في نفس مين؟ حاكم المديرية الذي استولى على الحكم بالقوة، غاصب كان، مستبد، بسمونا المتغلب بالقوة، هيك قفز على ظهر دبابة صينية قديمة خشبية. المهم، فهذا بدأ يشعر بالغيرة من كونفوشيوس، ليكون هذا بعدين الشعب يبايع ويصير هو حاكم، يطردوني فسأله يوما سؤالا هيك ملغوما، قال له: أيها المعلم، أيها المعلم، ما هي أحسن خطة لي لكي أحكم الناس حكما ناجحا؟ طبعا هو كونفوشيوس احتقره في الداخل، أنت أصلا لا تستاهل أن تكون حاكما. وزي ما قلنا كونفوشيوس كثير بيهتم بضبط الأسماء، تصحيح الأسماء. من هو الحاكم؟ مش كل من صار على العرش، لا، حاكم اللي فيه اتفاق عليه ولا مش صحيح، وعنده كفايات ثلاثة أهمها رضا الشعب به، مش فرض نفسك. فبسموك حاكم أنت عندك غير حاكم. شفتوا هيك هو الأمور هذه هي. أنا بنجن بتحدثوا عن زعيم خاين. كيف زعيم خاين؟ مش زعيم. الخاين ما بيكون زعيم، بيكون صلماي حشاكم، بيكون أي حاجة، بيكون زعيم. ما تقولش زعيم، الزعيم الفلسطيني، الزعيم المصري، زعيم إيه وزفت خاين، هذا صعلوك، بنديت، هذا رجل عصابة، هذا مافيوز. ما تقولش زعيم. لا، الزعيم الرجل اللي فعلا حامل هم أمة، ولا مش صحيح؟ وعايش معاها وعايش بيها وفيها ولها. نجح فشل، بضل زعيم في الأخير، صح ولا لا؟ بس مش واحد سراق تقول زعيم خاين. هنا تنتهك اللغة، صح؟ أنا قلت تغتصب اللغة، ولا مش صحيح؟ تقولي عالم دين فاسق. كيف عالم فاسق؟ الله ما قالش هيك. الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم يخشى الله، ولا مش صحيح؟ والعالم بده يكون عالم على الأقل لغة فاهم يعني. فالأول جيب لي واحد فاهم ويخشى الله وخاشع وطيب وأمار ونهاء إلى آخره، بعدين نسميه عالم ونتكلم عليه. ما تجيبش واحد من الشارع البعيد كذا 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 جامع صفات النلالة كلها وتقول لي عالم، وتنسوا له بعدين الفسق والعهر وكذا والخيانة والعمل وتقول لي عالم. بتكون أساتذة علماء الدين كلهم. كونفوشيوس يرفض هذه الخطة. في الأول حدد ألفاظك. فانزعج كونفوشيوس من السؤال هذا الملغوم، فأجابه بنوع يعني نقول من الجراء هيك، أو من الإنكار. عارف قال له: الأفضل لك. شفت؟ ما خلاش السؤال في عمومه، قال له: أنا عارف، تسأل عن نفسك يعني. ما يقولش الحاكم بالمطلق، يقول: أنا كيف أحكم جيدا إذا أردت أن أحكم؟ الحاكم كيف يحكم؟ وأكثر الناس على فكرة لا يحبون إخراج السؤال مخرجا واقعيا. يقول لك: أنا، يقول لك أفتني يا مولانا في من؟ تقصد عن نفسك. احكي. يقول: أنا بصراحة اختلفت مع أخي في 200 يورو يقول هيك عشان أنا أحكم عليك تماما. لا، هو بيجعلها يقول لك: بدنا نستر حالنا إذا كذا ولا بناخذهم. لا، عشان نلزمك. فقال له: الأفضل لك أن تبدأ في تعلم كيف تحكم نفسك قبل أن تسأل عن كيفية حكمك للناس. فقال لك لو كان هذا الجواب من غير كونفوشيوس لقطعت رأسه، ولكنه عارف محبة الناس لهذا الحاكم عارف محبة الناس لكونفوشيوس كرئيس وزراء كذا، فسكت عنه. ثم بعد ذلك حطه من منصبه، هذا منصب تنفذي، رئيس وزراء، هذا إلى منصب تشريفي ذي عنوان رفيع زي كثير من منصب لكن بلا سلطة حقيقية. خلاص يفصلوا أجنحته عشان ما يقدرش يعمل أي حاجة ولا أي حاجة. فأدرك كونفوشيوس أن مهمته قد انتهت، فترك. قضى 13 سنة التالية على هذا الحدث الكبير السياسي في حياته في التنقل بين المديريات والولايات، يعرض نفسه على الحكام والملوك والأمراء ليفهمهم مبادئه، وعسى أن تلقى أذنا صاغية من بعضهم لتطبيقها. بده هو مش له مسكين، هو بده يطبق أفكاره يعني. ما بكانش يبحث عن مجد شخصي هو، وهو القائل
الثروة والجاه اللتان يحصل عليهما المرء عبر البعد عن الاستقامة والمبدأ عندي هما شر من الموت ومن العار. ألعن من الفناء وألعن من العار. مش المشكلة، مش المهم هو ثروة وجاه كيف حصلت عليهم. في ناس لا يعتني كيف حصل، هم انه عنده ثروة وجاه وخلاص. لا، فهو رجل مبدأ، الرجل وكان صادق مع نفسه مثل سقراط يقول فعلا صادقا مع مبادئه، ولكن دائما للأسف من سوء حظه المسكين قوبل بالتجاهل. ولا واحد أمير أو ملك يعني يوافق أنه إيش يأخذ مبادئه وكذا، دائما كان يقابل بالتجاهل، فأدرك أن أيامه قد دنت. ولذلك اعتكف في السنوات الخمس الأخيرة على إيه؟ على ممارسة التعليم حصريا لتلاميذه المقربين والتنقيح الكتابي لتراث الصين التقليدي، لكن لم يكتب هو شيئا من مبادئه للسبب الذي ذكرته في أول إيه؟ المحاضرة، حتى توفي الرجل عما يناهز تقريبا 72 من عمره. فالقرن الخامس قبل، هو ولد في السادس وتوفي في الخامس قبل إيه؟ ميلاد المسيح عليه السلام. فهذا ما يتعلق إيش بموضوع التي أو السلطة أو القوة. أخيرا النقطة الخامسة الأخيرة، هنقول 5 نقاط صح؟ واحدة فيها 5 نقاط اللي النقطة الخامسة الأخيرة وهي إيه؟ الوين، WAN، الوين. والوين تعني فنون السلام مقابل فنون الحرب. الحرب له فنون. في كتاب مشهور